فعلا تعبانه. بس اللي انا عايز اقوله، لما ينشر خبر طلاق جميله اسماعيل من ايمن نور، تفتكر ليه ما تتواصلش مع الاعلام؟ دي جميله من انشط ده صحيح. السيدات، عايز اقول لك مش بس في مصر، ربما في العالم، في المجال السياسي. كل شويه بتبعت لنا SMS رسائل ورسائل SMS، بالظبط. وايام ما انت كنت في السجن كانت ما هو ده يا معتز، يعني ده طبيعي. ازاي بص، قطعت اللي فجأة؟ انت بتقوله ده رد الفعل الطبيعي، اجهاد طويل المدى ومشوار ما قدرتش تتوقف فيه لحظه. في لحظه قررت خلاص اسباب هذا الاجهاد او المجهود انتهت بخروجي. علي ان اتحمل هذه المسؤوليه عنها. تعبانه. تعبانه فعلا. اه تعبانه مش معناها يعني مش مريضه، لا لا لا، مجهده انا فاهم، مجهده تعبانه يعني. نفسيا. اصل انا قلت الكلام ده امبارح، تعبانه، في ناس فسرتها اه ان هي تعبانه مريضه لا، عندها تعبانه حاجه. قلت لهم نفسيا. لا اطلاقا، بس خبر الطلاق، مجهده خبر مجهده. الطلاق ده خبر كارثي. فانا عايز اقول ان ده من الامور، المحطات طب انا عايز اللي اسالك الناس سؤال، بتتوقف. لا مش هو كارثي، ليه لا كارثي؟ قدر يعني لا الله. قدر الله، هو عمره ان شاء الله ما حصلش وان شاء الله مش هيحصل هو ليه ابدا. كارثي؟ لكن هو السؤال، يعني عايز اسالك سؤال، اه ليه الناس تعاملت مع الموضوع بهذه الصوره؟ وأنا علشان حاجتين من وجهة نظري انا، اذا سمحت لي. اتفضل ارجوك. نمرة واحد، انت عارف القصص الانسانية تلقى اهتمام كبير عند المجتمع. بقى الست اللي وقفت وراه وقعدت وهو في السجن وراحت وجت ولفت العالم، يجي برضو كده في نهاية الأمر، معلش يا دكتور أيمن يعني استحملني، ويجي بعد كده مثلا سوري يقولوا كلمة يطلقها. ده نمرة واحد. ما هو نمرة، ما حصلش. ما هو ما يعني ما حصلش، حصلش. بس أنا بشرح لك ليه كارثي. نمرة اتنين، إنه التوقيت ربما يكون يعني غريب، واللي رسخ الحكايه عدم تجذيب جميله للاخبار التي يتناقلها الاعلام. لا، عايز اقول لك حاجه، هو طبعا انا وجميله شخص واحد، مش شخصين ومش اه طرفين، اه ولن نكون في يوم من الايام طرفين. كوني ان انا كذبت، انا الطرف المنوط به هذه المهمه. يعني لو في طلاق انا اللي بطلق، يعني فاهم؟ مظبوط. فانا اللي المفروض اقول طلقت او ما طلقتش. يعني لما جميله تتكلم في هذا الموضوع، مش هي الطرف اللي بيوقع عمليه طلاق. الطلاق دي عمليه ماديه، يعني واقع ماديه. اولا لا يجوز اخفائها. يعني لا تتصور ابدا ان ممكن يحصل طلاق بيني وبين زوجتي لا قدر الله، او بين اي حد وبين زوجته لا قدر الله، ويستطيع ان يخفي هذا الخبر. ما ينفعش. لا يمكن. يعني ده من الاخبار التي لا تختفي، يعني ولا يمكن اخفائها، لان ما ينفعش. في نفس الوقت لا يمكن كمان ان انا ابقى ما طلقتش زوجتي وينشر هذا الكلام منشط في الصحف ويتم تداول الموضوع على الصفحه الاولى بهذا من مصر الشكل. اليوم. ده المنشط الرئيسي. ما يبقاش حدث او حديث المدينه بالامس. الاهرام على فكره خد الخبر طبعه تانية وطبعه ثالثه بالمناسبه. يا خبر ابيض. امال ايه؟ مش بس مصر ده اليوم. صفحه اولى برضو ولا يعني ده يا خبر ابيض. والاهرام، يعني حضرتك يمكن تتفق معايا انه قلما كنا نفتكر ان هو بيغطي اخبارك. لا مش قلمه، اقل من قلمه شويه. مش كده؟ شيء اقل من قلمه شويه. لا خالص، ما تجيبش اخبارنا. بس القلامه دي اتلغت امبارح. طب انا عايز اسالك سؤال. ده شيء طبيعي يا اخوانا. ما عايز اعرف من وجهه نظرك انت شايف ايه؟ يعني في مؤامره ولا في ايه؟ انا مش عايز اقول كده، وانا مش من انصار نظريه مش المؤامرة. من انصار نظريه بس المؤامره. الحقيقه انا عايز اقول ان هناك خطا يرقى الى درجه الخطيئه، سواء كان بقصد او بغير قصد. او غير قصد. وانا بتمنى ان يكون بغير قصد، وانا بثق في نوايا كل الناس وبفترض هذا في كل الناس. لكن انا عايز اسالك سؤال يا معتز، وارجوك، وانا بقول الكلام ده لعم محمد اللي الميه عنده مقطوعه بقى لها 20 سنه، اللي بيتي زي بيته. هل يحتمل ده على بيته؟ اذا كان واجب عليا كشخص بيعمل في العمل العام، وواجب على جميله كشخصيه طرحت نفسها في العمل العام وظروفها فرضت عليها ان تكون جزء من العمل السياسي في مصر، ايه ذنب ولادي؟ ايه ذنب نور وشادي؟ ايه ذنب نور ابني النهارده اللي رايح الجامعه وبيقابل كل طالب بيسأله عشان يقول له لا بابا ما طلقش ماما؟ ليه ما حدش فكر ان ولاده ممكن يكونوا في هذا الموقف؟ انا بدفع ثمن ايه؟ طب انا بدفع ثمن دفعته في سجني، ودفعته في ظلمي، ودفعته في صحتي، ودفعته في كل حاجه. ادفعه ليه كمان من دم ولادي؟ طب ليه مامتهم يا دكتور ايمن ما طلعتش على الاعلام قالت انا وايمن ما اتطلقناش وريحت الناس وارتاح وهي نفسها ارتاحت؟ هو انا يهودي، ما انا مصري. وانا الطرف في الموضوع، وانا الطرف الاصيل في الموضوع. وانا نفيت وهي زوجتي، وهذا الكلام انا بقوله لك
الحقيقه وانا كلي مراره. مظبوط. هل انا المطلوب ان انا اجيب مراتي شاهد ان انا ما لا، طلقتهاش؟ ما انت فعلا كنت هتجيبها معاك النهارده في البرنامج، عايز اقول لك وهي ان هي مش وجهه قادره. نظرها كمان في عدم الحضور او في عدم ال الرد. طب ما انت بترد، وبعدين هو انا هاجي اشهد ان انت كلامك صح ولا كلامك غلط؟ وبعدين يا سيدي بس هي ردها يا دكتور ايمن 100% هيطمن هيحدث. ويسكت الالسنه ويقطع الشك باليقين. هيحدث، لكن ما يبقاش تحت ابتزاز تحت ضغط اللي احنا فيه بقالنا 24 ساعه بلا سبب وبلا ذنب وبلا وقعه. يعني بتقول لي طلقت، بقول لك ما طلقتش. طب نعمل ايه بقى اكتر من كده؟ لا هو ممكن جدا يعني اقسم بالله، اقسم بالله ما طلقت. لا ما انا فاهم، ما انا فاهم. يعني هو بص، التوقيت وربط هذا الموضوع ب 6 ابريل بيطرح عندي انا علامه استفهام. عايز بس استاذنك ان احنا نتوقف عند فاصل اعلاني ونرجع نكمل في مساله التوقيت. نكمل مع دكتور ايمن نور علشان في ملفات تانية كتير هنطرحها عليه. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. سيراميكا رويال، كينجدوم اوف بيوتي. مع لواسكو دي بكره تشوف. كيرفي